صباح الخير. الساعة دلوقتي 6:51 واحنا رايحين القاهرة علشان نقضي العيد هناك ونعمل شوية ورق وكده. وقلت فلوج لو نسيم هيسيبني افلوج الرحلة. طب ممكن ثانية اكمل كلامي؟ لا طب خلاص هو كده بس. وات از ذس كولانة؟ ثانية واحدة، هي دي النضارة التانية؟ انا سيمو بوي. 75 جنيه بلاش. 75 يا صاحبي. صفقة حبيبه ما تقلق. احنا واقفين دلوقتي حالا في نص الطريق تقريبا. العربية عطلت بينا واحنا سايقين، سمعنا صوت كبا، وبعدين فتحنا الكبوت بتاع العربية ولقينا انه الرادياتير كل السائل بتاعه واقع على الارض وحاجات كده. طبعا بجد عشان احنا في مصر والله العظيم مفيش حد بجد زي شعب مصر. اللحظه اللي العربيه بتاعتنا وقفت فيها على جنب الطريق على طول راجل طيب وجميل بعربيه ميكروباص وقف على طول ونزل يبص يشوف ايه اللي في العربيه، ودلوقتي هيحاول يدينا فيوز ونصلح المشكله اللي في العربيه ونكمل طريقنا. بجد دي من الحاجات اللي عمري ما هتخطاها عن مصر، قد ايه الناس بتقف عشان تساعد بعض بالذات واحنا على الطريق. الحمد لله. الساعة دلوقتي 5:15 الفجر. أنا صحيت من الساعة 4 عشان أرضع ابني، وبعد كده قررت إن أنا هفضل صاحية. امبارح كان يوم جنان. العربية باظت مننا في نص الطريق، عطلت مننا في نص الطريق، وبعدين حد وقف لنا يساعدنا، وبعد كده رحنا بنزينة انا وصاحبتي وجوزي وجوزها فضلوا قاعدين في العربية وطلبنا الونش. بعدين استنينا ساعة يمكن او ساعة ونص مش متأكدة عبال ما الونش جه، وبعدين رجعنا بقية الطريق راكبين على الونش. احساس العربيه على الونش اولا مرعب، لان هي العربيه بتقعد تتنطط كده مش عارفه ليه، ولو تيجي يمين وشمال وتحس انت هتقع من فوق كده. احساس بجد كان مرعب قوي امبارح. الحمد لله. واحنا صحينا مثلا امبارح الساعه 4:30 الفجر انا وجوزي عشان نجهز عشان نتحرك من البيت الساعه 6:30 او 6، واتحركنا في الاخر 7، يعني اتاخرنا كالعاده الجديد. وقعدنا امبارح مثلا 10 ساعات في الطريق، 12 ساعه في الطريق مش متاكده، بس وصلنا على اخر اليوم متاخر قوي. كنا منهكين قوي وقلت اكيد ابني هينام. كان يوم صعب قوي عليه وهو قاعد في عربيه من غير تكييف في احر يوم في السنه، درجه الحراره مش عارفه 45 ولا كام، فوق الونش مفيش هوا، غرقان في عرقه. وقلت اكيد هيبقى اللي هو خلاص مفرهد وتعبان وهينام، بس اعتقد ان هو فضل صاحي امبارح لحد الساعه مثلا 10 مش متاكده. بس انا حاسه ان انا احسن لي دلوقتي ان انا اصحى بدري واقعد مع نفسي شويه حتى لو مش هعمل حاجه، من ان انا افضل نايمه زياده وبعد كده اصحى بس لما هو يصحى بعد يوم طويل قوي زي امبارح. محتاجه شويه هدوء اعصاب. بجد سفريه القاهره بدايتها تحفه. انا اصلا كنت متوتره موت قبل ما اجي هنا. يا عبد الصمد، الواحد عدى بحاجات صعبه قوي الحمد لله. بجد امبارح كان يوم ما يتوصفش، والنهارده انا صاحيه الساعه 5 الفجر ولا 5 الا، والجو من دلوقتي حر. المهم الحمد لله على كل شيء. انا بس عايزه اشارك حاجه بسيطه، ان انا عندي خيبه امل رهيبه، علشان انا كنت متحمسه قوي انا وجوزي احنا الاثنين ان احنا نجيب العربيه معانا القاهره، علشان واحنا في القاهره نبقى بنتنقل براحتنا ونروح ونيجي، ونسيم يعرف ينام في العربيه في اي وقت، ما نبقاش متقيدين او بنجري عشان نشوف هو هينام فين او هنحطه فين او هنعمل ايه بالعربيه او هننقل العربيه بتاعته ازاي وهكذا. القاهره ما فيهاش مكان الواحد يمشي فيه. دي مشكلتي الكبيره مع القاهره، اللي هو واحنا نمشي فين الرصيف اصلا، يعني لازم احط رجل قدام التانية كده، ما ينفعش امشي. انا عارفه ان دي مشاكل العالم اول انا بشتكي منها، بس هي دي المشاكل اللي عندي دلوقتي حالا. اللخبطه والربكه مع ابني القاهره بتبقى صعبه جدا 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 من كل النواحي. بس فانا حاسه بخيبه امل انه المره الوحيده اللي قلنا يلا نتعب ونسوق لحد القاهره وناخد كل حاجه معانا ونصحى الصبح بدري قوي، الخطط كلها فشلت. بس الحمد لله على كل شيء، ونشوف بقى ازاي ممكن من هنا نتعايش مع التجربه دي. انا هحاول اقعد هحاول، بس مش عارفه لو في اي طاقه باقيه جوايا ان انا اعمل اي حاجه ولا لا. لما بقعد فتره طويله مش بحط فيديو بحس انه يا عبد الصمد، بحس ان انا اللي هو ماشيه زي السلحفه، كل خطوه كده. ده احساسي وانا
ان انا حياتي الشخصيه انا ماشيه زي السلحفاه ما شاء الله. حياه ابني على طول، هو كل يوم بيصحى وانا بركز معاه انا وبابا يعني بصراحه، وبنحط نفسنا على الرف شويه عشان ما فيش مجال بمنتهى الصراحه ان احنا نعمل الاتنين. ما فيش مجال لما بنبقى عايشين انا وجوزي كده اللي هو اتنين بس بطولنا بناخد بالنا من طفل. الموضوع مش بيبقى سهل خالص. افكركم في الجو الحر ده اشربوا ميه كتير، اشربوا ميه كتير قوي. انا هشرب ميه كتير واروح اشتغل واشرب الشاي السخن ده. مش عارفه ايه عملت شاي سخن اصلا والجو حر. ان شاء الله الفلوج دي في القاهره هتبقى لذيذه، هحاول اخليها لذيذه، هحاول اعمل حاجات لذيذه. الناس اللي بتتفرج عليا بقى لهم حبه حلوين هيبقوا عارفين ان انا لما باجي القاهره بقيت دايما باجي المول، رغم ان انا وانا عايشه هنا كنت بكره ان انا اجي المول ومش بحبه خالص خالص خالص. لما بقيت عايشه في مكان ما فيهوش اي حاجه قريبه من المول خالص، ولا اي حاجه اصلا قريبه من الحاجات اللي موجوده في القاهره نهائي، بقيت لما باجي هنا بحس كده ان انا في رحله، يلا نعمل حاجه جديده. والحاجه الجديده بتبقى ان انا اجي المول، ده اول حاجه. تاني حاجه الجو حر موت في القاهره، حر اكتر من دهب بكتير. احنا هناك عندنا هوا وهنا مفيش هوا. انا صحيت الساعه 5 الفجر في بيت اختي بعرق كأن انا قاعده في الساونا، بس برضو دلوقتي بقيت اللي هو انا لما بعرق في الحر ده فعلا في سموم بتخرج من جسمي، فبقيت ببقى مبسوطه شويه او بقيت بحاول استحمل الحر اكتر. تاني حاجه ان هو في هنا تكييف. وتالت حاجه انه ابني لو قرر ان هو ينزل يمشي على الارض في اي حته او يكتشف او يتحرك او يطلع طاقه، هتبقى برضو حاجه لطيفه. لان انا اول يوم بوصل فيه اللي هو كان المفروض يبقى امبارح يعني، بس اليوم كله ضاع في المأساة اللي حصلت. بس اول يوم بوصل فيه ببقى عايزه برضو اخليه يعمل نشاطات وما يتحبسش في البيت عشان ما يكرهش السفريه كلها من قبل ما هي تبتدي. فالمول كان مكان مناسب دلوقتي حالا. وبرضو الحمد لله بعد ما اشتغلت على نفسي كتير بدات احاول، او مش بدات احاول، بدات ابقى عارفه ان انا لما اخرج في مكان دوشه كتير قوي او مدخلات كتير قوي ان انا ما بقتش ببانك بسهوله. بقى عندي اكتر اللي هو بعرف الاقي المحور بتاعي بسهوله، ما بقتش برتبك كما بقى في اي بيئه جديده، وده بقى حاجه لذيذه قوي. زمان كنت لما باجي المول بتكسف قوي ان انا اصور عشان الناس ما تتفرجش عليا، وعشان برضو ببقى عايزه بس اوري جوانب من حياتي اللي هو بعمل فيها حاجات زي ان انا بروح البحر مش عارفه اعمل ايه، وبتكسف ان انا اوري ان انا عايزه بروح المول وباكل فراخ مقليه زي ما انا هعمل دلوقتي. انا مبسوطه برضو ان انا بقيت بشارك حياتي بطريقه صادقه اكتر عشان انا بني ادم عايز باجي المول. ودلوقتي بيطلع لي حبوب في وشي، مش متاكده ليه، مش متاكده هل عشان الفتره اللي فاتت كان فيها غسيل كتير قوي لنفسي وانا بتنضف من جوه والسموم وكل حاجه، ولا علشان البيريد بتاعتي جايه والوقت ده من الشهر قرب. النهارده معايا اختي، برضو اختي كمان بتحب تيجي المول، فدي برضو فرصه ان احنا نقرب من بعض او نعمل نشاطات احنا الاتنين بنحبها. عدد المرات اللي انا اكلت فيها في مول وانا عايشه في القاهره مثلا، بس عدد المرات اللي انا اكلت فيها في مول من ساعه ما نقلت دهب ما اعرفش كام. مين جاهز للفود ريفيو؟ شكله هما مدينا جوانتي بلاستيك بس انا مش هلبسه بصراحه، انا بحب اكل بايدي. جرب الفراخ اشوف طعمها من غير صوص الاول. الصوص ده شطه مولع بس انا بحب كده. مش لو قلت 3 ثواني يعني قاعدة بحاوليت. ده ساندويتش يا اصحابي. لا مش هلغوص. راب ده ولا مش راب؟ مروان بابلو كان بيقول ده مش راب ده حاجة. يوم بصوا التيك اواي في ورق اهو، مفيش بلاستيك خالص، او ممكن يكون في بلاستيك في العلبه اللي جوه انا بفتي. ورق شنطه ورق اهي زي زمان عند بتاع الفاكهه، ورق عادي مش لازم بلاستيك خالص. لقيت مايوهات بشورتات فيها كام حاجه كده كنت بدور عليها بقالي كتير قوي، وعمري ما كنت بلاقي المايوهات دي ابدا. كنت بقعد ادور عليهم في كل حته عمري ما لقيتهم. هدخل اقيسهم كلهم وانقي مايو جديد. اهلا، كل سنه وانت طيب. طيب. وطويل. وين انا بعمل ايه؟ ايه ده؟
شلت التوكة من شعري بجد. شعري ماله في إيه؟ مش عارفه احركه، يعني بحاول اخليه يهدى شويه بس هو مش بيهدى. ده شكلي لما بفك، بعمل كحكه فوق وبعدين بفك الكحكه، هو ده المنظر. ليه يا رب ما خلقتناش شعرنا نايم سايح كده؟ بس برضه شكله حلو. حلوة قوي ده انت اللي حلو قوي. اللون حلو قوي عامة. هو كله تحفه وشايك. very flowy I like it. بتاعه خطير حلو. ده كان تاني يوم بعد الرحلة اللي رحتها للمول. صحيت حاسة ان انا مش تمام خالص، دماغي كانت مليانة دوشة وجسمي كان فيه ألم كبير قوي قوي. اول حاجة عملتها هو ان انا طلبت من اختي انها تساعدني وتاخد ابني شوية وتروح عند ماما. دي حاجة انا بفتقدها في دهب جدا جدا، ان يكون في حد من عيلتي موجود علشان يساعدني اعتني بابني. بعدين بقعد مع نفسي في هدوء، مش بعمل حاجة، مش بخرج برا البيت، بتفرج على التلفزيون قاعدة على الكنبة وبفكر يا ترى ايه اللي حصل او ايه اللي بيحصل جوايا. انا ليه حاسة ان انا مخنوقة قوي كده، وليه حاسة ان انا موجوعة وتعبانة قوي كده. اليوم ده اكتشفت ان انا كنت محملة نفسي اكتر من ما انا اقدر اشيل، بس علشان انا كنت متحمسة قوي ان انا اكون في مكان جديد. بعدها قررت ان انا ارجع كام خطوة لورا، ولقيت انه اول حاجة انا محتاجة اعتني بيها دلوقتي هو جسمي وجهازي العصبي. التمارين اللي انا بعملها دي مش بتشتغل على العضلات، التمارين اللي انا بعملها دي بتشتغل على التنفس وحركة المفاصل. بدأت اتعلم انه لما جسمنا بيوجعنا بتبقى المفاصل بتاعتنا محتاجة تتحرك اكتر، بيبقى فيها طاقة رشقة ولازقة بتخلينا نتيبس وننشف، وده بيسبب لنا احساس بالألم. جسمنا ما كانش متعود يقعد ساعات كتير قوي كده جوه مكان مقفول، مش بيتحرك، مش بيتلين زي ما بيقولوا. اهم حاجة في التمارين دي هي انها ما تتعملش بسرعة، لانه ده بيخليها ملهاش فايدة تقريبا خالص. كل ما نتباطأ فيها ونركز على ايه اللي بيحصل جوه جسمنا، كل ما التمرين ده بيبقى احسن. معظم الوقت بقعد اسمع حاجات بتطقطق تك 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 تك، ده مكان التيبس. دي حاجات بتفك المفاصل، لما بيدخل لها هواء واكسجين بتبتدي تفك، وهو ده صوت الطقطقة اللي احنا بنسمعه جوه جسمنا. نفسي بجد في يوم من الايام اعمل فيديو كامل عن الروتين ده، عشان حاسه ان هو هيفيد ناس كتير. ان شاء الله هعمل كده، مش متاكده امتى بس ان شاء الله هعمل كده. التمارين دي اكتر حاجه بتفيدني في الحياه، اكتر من اي حاجه تانية حقيقي. الحمد لله انا ممتنه قوي ان انا كان عندي ناس تعلمني ازاي اتعامل مع الجسد لما يكون في الم، ولما بحس انه دماغي مليانه دوشه بقعد في هدوء. عمري ما بقعد اعمل التمارين دي وفي حاجه شغاله في الخلفيه، وانا مشغله مسلسل او انا مشغله اليوتيوب او انا مشغله حتى اغاني. بسكت كل حاجه خالص علشان اسمع اللي بيحصل جوايا. الهدوء والتباطؤ مهم جدا في اوقات الثوره او العصبيه او التشتت. ما كنتش عارفه ده ساعتها، بس الكام يوم اللي جم بعد كده كانوا صعبين جدا جدا جدا. بيبقى في مرحلة بعد ما باجي من دهب وابقى في القاهرة انه جسمي بيعدي بنوع من انواع الصدمة، وجهازي العصبي طبعا اكتر حاجة زي ما بنقول بالمصري كده بتقوم عليا، او بحس ان هو بيهجم عليا وبيقولي انت ليه جبتيني هنا، انا مش قادر. بدل ما زي ما كنت بعمل قبل كده احاول ازق نفسي وابقى اللي هو لا استحملي، اشربي قهوة اكتر، اخرجي اكتر، روحي لاهلك اكتر، شوفي صحابك اكتر، كلمي كل الناس انت عارفاها. بدأت دلوقتي يبقى عندي نمط تاني، اقعد في هدوء، اكتب افكاري، اواسي نفسي. مش بس اواسي نفسي، ان انا كمان احاسب نفسي، عشان ساعات الافكار السلبية دي تتحكم فيا وانا بسيبها، ودي ساعتها بتبقى غلطتي. بس انا باخد مسؤولية وبرفض ان الافكار السلبيه دي تسيطر عليا. انا كنت قاعده بسمع راجل تحت قاعد بيكلكس بعربيته علشان في حد سادق الجراج، قعد يكلكس عدد ساعات كتير قوي، وكنت خايفه انه ابني يصحى بسبب الدوشه دي. يا ريت ما نبقاش زي الراجل ده. لو حد سادد الجراج ارجع بالعربيه واركن في حته تانية، مفيش داعي نزعج كل الناس اللي حوالينا علشان احنا دماغنا ناشفه. شكرا ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده لحد الاخر. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم قوي، سلام.